طريقة الطحينة والطحينة البودر عملتهم في البيت. تابع معايا الفيديو للآخر وانت تشوف انا عملتهم ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. رمضان كريم عليكم جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة في البيت بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا. انا معايا دلوقتي كوباية وربع من السمسم، ومعايا كوباية الا ربع من السوداني. تمام كده. بس قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي هاخد السمسم وهحطه في الطاسة وهديله تقليبتين بس على أساس إن الزيت يطلع منه. تمام. وتحميصة بسيطة كده. تمام كده. تقليبتين بسيطة على النار يعني، بس ما سيبوش كتير عشان ما يتحرقش مني. وخلي بالي كويس وانا شغالة فيه يعني. تمام كده. خلصت السمسم هحط السوداني ونفس الحكاية برضو هديله تقلبتين كده على النار. تمام. ومعايا مكون تاني، معايا يجي نص كوباية او كوباية الا ربع من الدقيق العادي. برضو هسخنه برضو في الطاسة بالشكل ده على اساس ان هو يدفى، بس حاجات بسيطة. تمام كده. وهبتدي اجيب المطحنة بتاعتي واحط السمسم واطحنه كده بالشكل ده لحد ما يكون ناعم خالص يعني. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بالعدد، الحمد لله حتى يرضى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وزي ما انتم شايفين كده هفضل أشغل الكبة وافصلها على أساس إن كل السمسم اللي معايا يتطحن كويس. تمام. وهيكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وهقلب كل شوية بالمعلقة عشان يتطحن معايا بسرعة. خلصت كده السمسم بقى بالشكل ده. شايفين طحن لدرجة ان هو بقى ناعم قوي، وتحس ان فيه مادة زيت يعني منه. الزيت يعني تبعه وطلع كده منه فيه. خلصت طحن السمسم هبتدي اطحن السوداني بالشكل ده. مش هيكون حبيبات، لا يعني هخليه لما يطحن طحن ناعم، وتحس ان هو شكله كده كأن في مادة الزيت. مادة الزيت دي بتكون المادة الزيت اللي هو في اللي في السوداني بتطلع من كتر الطحن اللي انا طحنته. تمام كده. ودلوقتي كده حطيت المكونات كلها على بعضها، حطيت السمسم مع السوداني مع الدقيق وبقلبهم مع بعض بالشكل ده لحد ما يندمجوا مع بعض خالص. وهبتدي احطهم تاني في الكبة. هحط معلقتين كده او 3 معالق. تمام. ومع كل 3 معالق هحط معلقتين زيت بالشكل ده اهو. حاجة بسيطة جدا يعني، مش هعمل الطحينة هتبقى مليانة زيت واحس ان انا مليانة. لما احطها في التلاجة كده الاقي وش زيت كتير، لا مش هتكون بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده اهو. بفضل اقلب فيها، ولو احتاجت معلقة زيت تاني بديها معلقة زيت اهو. احط مع كمان معلقة، مش معلقة مليانة على الاخر يعني. وهطحنها بالشكل ده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. شايفين بقت طحينة اهي خالص معايا بالشكل ده اهو. هكمل الكمية كلها بنفس الخطوات بالظبط لحد ما اخلص الكمية اللي معايا او نص الكمية، والباقي هخليه طحينة بودر جافة يعني. بشيلها وقت ما احب ان انا مثلا اعملها بالطريقة ديت اعملها. شايفين الطحينة؟ شايفين القوام الجميل؟
ولو حابة تضيفي عليها مثلا نص كوباية دقيق كمان أو كوباية دقيق، لأن بالطريقة اللي أنا عملتها وبالمقادير اللي أنا عملتها ديت هتكون كلها طعمها السمسم، كتير فيها طعم السمسم غالب يعني على الدقيق والسوداني. فاللي بره بتكون كمية الدقيق بتبقى كبيرة يعني. لو انت عايزة توصلي للطعم اللي انت بتشتريه جاهز، بتزودي نسبة الدقيق. ولو انت حابة الطعم يكون غني بالطعم السمسم والسوداني، تمام يعني بتعملي المقادير دي ما بتزوديش دقيق. تمام. بنفس الطريقة ديت هكمل كل الكمية اللي معايا او نصها، والنص التاني هخليه بودر. تمام اهي بالشكل ده. دلوقتي كده انا معايا اهو الطحينة، معايا الطحينة البودر زي ما انتم شايفين كده، ومعايا الطحينة السايلة، شايفين القوام جميل ازاي. وزي ما قلت لكم كده ممكن تزوديها دقيق لو انت حابه تكون نفس طعم اللي احنا بنشتريها من بره الجاهزه. لو انت حابه تكون طعم السمسم غالب عليها تسيبيها بالشكل ده. فدلوقتي كده انا شفتها انها القوام بتاعها تقيل سيكه كده يعني، فزودتها معلقه زيت بالشكل ده، وهقلبها زي ما انتم شايفين اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده، بحاول ان انا ادمج المكونات كلها مع بعضها كده في الطحينة البودر كده بالشكل ده اهو. بقت كده معايا تمام، هحطها على جنب. دلوقتي عايزة اعمل معاكم سلطة الطحينة. بس هحط الطحينة البودر في الطبق ده كده اهو بالشكل ده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وهجيب الكاس عشان برضو يعني يبقى التقديم او شكلها يبان لكم اكتر احلى يعني. احط الطحينة في الكاس كده. طبعا انا مش هسيبه في الكاس كده، بس انا قلت ايه يعني اجرب على اساس تشوفوا الشكل معايا. جبت بولة كده تمام، وهحط فيها معلقتين من الطحينة السايلة بالشكل دوت، وجبت مية مغلية حطيت عليها يعني شوية مية مغلية كده، وافضل اقلب بيها بالشكل ده اهو. وهفضل كل شوية كده لحد ما اجيب القوام اللي انا عايزاه، احط حبة مية بحبة مية، بس اهم حاجة تكون المية سخنة. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده حطيت كمان معلقة من الطحينة، واعصر عليها نص ليمونة كبيرة كده. تمام. ومعلقة من الخل برضو تكون كبيرة، وهقلب فيها بالشكل ده اهو. واحط ربع معلقة ملح، واقلبها بقت بنفس القوام اللي انتوا شايفينه ده اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. وانضف البولة كده بالشكل ده عشان يكون الشكل لطيف يعني. وهحط على الوش كده شطة ناعمة. ادي دلوقتي اهو معايا سلطة الطحينة بطريقة سهلة وبسيطة جدا يعني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.